السلام عليكم الزول اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسك اخبار تيفي، التي تاتيكم دائما بالجديد والحصري لاخبار شبيبه القبائل. كما تشوفوا يعني رسميا من موقع الاتحاد الجزائري، مباراه السبت القادم يعني ضد شبيبه القبائل ستجرى بملعب معمر الساحلي في الفيرم، يعني بين قوسين على شلف، على الساعة 14 زوالا، يعني الساعة الساعتين ظهرا. لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر تغير ملعب مباراة صفاء الخامس وشبيبة القبائل من ملعب براكني إلى ملعب سالحي معمر بين قوسين الفيرم بشلف، يعني ملعب لا يليق بشبيبة القبائل صراحة. ملعب صغير جدا لا يتوفر على مقاييس أمن ولا راحة بين قوسين، يعني صراحة ملعب حومة. بداية من الساعة 14، يعني إن شاء الله يوم السبت على الساعتين راح يلعبوا ظهرا. نتمنى إن شاء الله التوفيق لشبيبة القبائل والعودة بالنقاط الثلاثة إن شاء الله. وماذا بنا يا ربي ندعموها بالشي اللي كاين. لايك على الفيديو، خليونا الآراء تاعكم التوقعات شحال رايحة تكون إن شاء الله النتيجة. وماذا بينا الناس اللي يقدروا يحضروا ويقدروا يروحوا يقدروا يسيبورتيو شبيبة القبائل ويدعموها، لأنه القوة تاعها راهي تكمل في أنصارها، يعني الأنصار هما كلش. وخليونا الآراء تاعكم في التعليقات.